اهلا بيكم متابعي كلام هيوصل في كل مكان. النهارده احنا جينا نعمل تغطيه لمسرحيه مدرسه عاشور من تاليف واخراج احمد الجمل. ممكن تقول لنا رايك ايه في المسرحيه بتاعت النهارده مدرسه عاشور؟ والله العرض عجبني، وكان في العرض مسرحيه مدرسه عاشور كان في يعني حاجات نقط هادفه، حكايه التليفون والموبايل وانشغال الاطفال عن دروسهم وحته النت والالعاب. ان انا اب وعندي اولاد وبعاني نفس الموضوع، فهي المشكله مش هتتحل اللي احنا ناخد منهم الموبايل، نحدد وقت يلعبوا عليه، وقت للعب، وقت للمذاكره، وقت للجد. لان فعلا الاولاد فعلا يعني معظمهم بقى في اولاد كتير كأن عندهم توحد مع الموبايل، ودي فعلا مشكله. العرض اثرها وعجبني الحل بتاع العرض. لازم ننمي مواهبهم، فالمواهب دي ما تنماش غير بتشجيع الاب والام وتشجيع المدرسه. يعني احنا كلنا لو كتفنا كلنا هنقدر ندعمهم، وده اللي احنا نفسنا فعلا يحصل زي ما شفناه في المسرحيه. وانا بحيي العرض وبحيي المواهب اللي ظهرت في العرض، ومنهم جانا محمد موهبه جميله، احمد الجمل يعني اسم اعتقد اقول لكم انتظروه، اول عمل وعمل جميل. فان شاء الله هو قال على المسرح ان ده اول عمل، وان شاء الله اللي جاي هيكون افضل باذن الله، ونتمنى ونحضر له ونأزره ونبقى في ظهره باذن الله. اكتر من رائعه بصراحه، توعيه كبيره جدا للشباب، توعيه كبيره جدا للامهات والاباء، توعيه جدا للاسره انها تحافظ على اولادها، دول امانه عندهم ولازم ياخدوا بالهم منهم جدا جدا. الموبايلات اللي هم ما بيبصوش عليها وهي اولادهم ماسكينها دي مش عارفين فيها ايه، دي جمره من النار. ارجو منهم انهم يكون عندهم ملمين بالحاجات دي كلها. بصراحه اتبسطت جدا لان انا كمان في الفيلد دوت، انا في التدريس. دور المدرسه مهم جدا في تغيير كل السلوكيات اللي احنا شفناها دي النهارده، فباننا مسرحيه لايت ضحكنا وفي نفس الوقت استفدنا. اولياء الامور لما يشوفوا حاجه زي كده اكيد هتاثر فيهم، الطلبه اللي مثلوا برضو اكيد سلوكياتهم هتتغير، فطبعا دي حاجه رائعه ونستمر دايما في الحاجات الهادفه دي. طب ايه رايك في التاليف والاخراج واحمد الجمل؟ احمد الجمل طبعا لا غبار عليه، يعني صديق عزيز وانسان رائع، وقد ايه حد بيهتم بكل اللي حواليه، بكل الولاد. اشتغل في مدارس واشتغل في الميديا واشتغل في كل حاجه، وطول الوقت بيحاول يلاقي رساله يقدمها، مش بيشتغل وخلاص. فدي اعتقد قليل لما نلاقي شخصيات زي كده. بصراحه نص رائع جدا، هم نفسهم اتعلموا منه، واحنا كاولياء امور نفسنا عجبنا النص لان هم اتاثروا بيه كممثلين، واصحابهم وقرايبهم اللي هم اتفرجوا عليهم اتاثروا بيه وبصراحه صدقوا. وبالامانه انا ما توقعتش ان يعني حتى اولادي يطلعوا بالمستوى الرائع ده. انا بشكر فعلا مستر احمد الجمل على اخراجه الجميل وعلى نصه الرائع، واتمنى ان شاء الله دايما في تفوق وفي استمرار ان شاء الله. والله المسرحيه جميله وعرض جميل، وفي مجهود حاصل فيها، في مجهود خلف يعني في الكواليس غير اللي احنا شفناه خالص. الاولاد برغم صغر سنهم، انما الاستاذ احمد عرف يطلع حاجات كويسه، عرف يطلع مواضيع مهمه بتناقش مشاكل في المجتمع بتاعنا. المجتمع بتاعنا فيه سلبيات كتير، هو ناقش بعضها، قدر يحط ايده على كذا نقطه كويسه. الاولاد والبنات دورهم جميل، دور ملك ممتاز، دور في بنت صغيره انا مش عارف اسمها ايه، البنت اصغر حد تقريبا فيهم، عملت دور جميل جدا. الحمد لله يعني، وان شاء الله ربنا يوفقهم من نجاح لنجاح يعني. انا بشكر الاستاذ المخرج الكبير احمد الجمل على المجهود الرائع اللي بذله مع الاولاد حتى يظهر العرض بهذا الجمال والرقي ده، لانه بصراحه النهارده مقدم عمل هادف وعمل جميل بيحكي عن قضايا بيعاني منها المجتمع، وقدم الحل فيها. وأرجو أن الناس والمشاهدين والمجتمع ككل
ياخد بالحاجات اللي حصلت النهارده وبالدرس اللي اتعرض النهارده. المسرحيه ما كانتش مجرد مسرحيه كوميديه ان احنا هنضحك ونمشي زي كل مره، لا، النهارده كان في تأثرنا بالطفله جنى اللي قدمت قد ايه الام والاب بيكونوا انانيين لما بياخدوا قرار الطلاق وكده، وان لازم الاباء والاولياء الامور وكده انهم يكونوا اول حاجه يفكروا فيها ابنهم او بنتهم او اولادهم عامه، لان فعلا هم بيعانوا كتير من حاجه زي كده. انا بشكر المخرج وكل من شارك في هذا العمل الجميل، عمل رائع رائع رائع، وبالتوفيق يا رب دايما، وكل مسرحيه وانتم طيبين باذن الله. والله اكتر حاجه عجبتني النهارده رغم البساطه، العرض بسيط جدا بس الهدف والرساله قويه جدا يعني، ويا ريت دايما يبقى في كل حاجه نقدمها يبقى فيها فعلا رساله زي اللي شفتها النهارده. استاذ احمد بصراحه انا غير ان انا اعلامي، انا اساسا مدرس، فكنت حاسس فعلا بان هو راجل كاتب كل كلمه كأن انا بالظبط كأن انا موجود، يعني فعلا عبر عن المدرس وعن البيئه المدرسيه بطريقه وباسلوب راقي جدا، وبالتوفيق ان شاء الله، ربنا يوفقه ان شاء الله. الصراحه المسرحيه جميله جدا، كوميديه دراميه، فيها رساله هادفه لكل ام ولكل اب، ورساله هادفه برضو لاصحاب المدارس، فالصراحه استمتعت جدا بالمشاهده، وربنا يا رب يوفقهم كلنا تحت اداره وتاليف واخراج مستر احمد جمل، وربنا يوفقه يا رب. عندي حماس يعني العرض كويس قوي تمام، لان انا عارفه كويس قوي ان انا بتعامل مع مخرج شكله ازاي، يعني مستر احمد الجمل ليه طريقه وكاريزما مختلفه خلتني التوتر اللي عندي يروح خالص ما يكونش موجود. كانت مفاجأة كبيرة ان طلاب في اعمار صغيرة ان هم طالعين على المسرح كأنهم متمرسين، كأنهم عندهم خبرة كبيرة في المسرح. استاذ احمد الجمل والمجموعة دربوهم بقوة وطلعوا منهم انتاج فني رائع. شفت كمان فرحة الاب المصري والام المصرية حقيقة، يعني ازاي دعمهم لاولادهم وايمانهم بيهم وبيزودوا ايمانهم بنفسهم. كنت فخور جدا ساعة مثلا تحية العلم، وكل الرجال الموجودين في القاعة وقفوا تحية لعلم وطنهم او مصر، فده بيجعلنا فخورين بانتمائنا لدولتنا ولحضارتنا والفن مصر اللي مش موجود في كتير من الدول الوطن العربي. يمكن سافرت اكتر من دولة بس ما شفتش الجمال ده بصراحة بالطريقة دي. بصراحة يعني المسرحية جميلة جدا، والكاست كله تحفة، والاداء جميل، وكل حاجة جميلة فيها، ابهرتنا بجد. مستر احمد يعني ما فيش تعليق عليه، لانه حد محترم جدا وتعب جدا مع الولاد وابذل مجهود جامد معاهم، فان شاء الله اللي جاي احسن. جميلة بسم الله ما شاء الله، والعرض اصلا عجبني جدا، ما كنتش متخيلة اللي هو ممكن يطلع كده، اول مرة اصلا اشارك في عرض وكده لسجدة. جميل بسم الله ما شاء الله، من نجاح لنجاح باذن الله، مش اول عرض ان شاء الله ولا اخر عرض مع مستر احمد. مسرحية هادفة جدا، كوميدي تراجيدي اجتماعية من الدرجة الأولى. أنا حبيت فيها تلقائية الولاد، بتناقش مشاكل اجتماعية، بتناقش حلول، بتخاطب ولي الأمر، بتخاطب المعلمين. هي بصراحة حلوة قوي قوي قوي، لا جميل، عجبتني. هي المسرحية النهاردة كانت جميلة جدا، والولاد ما شاء الله كانوا عاملين مجهود جبار، كلهم اشتغلوا على نفسهم، وانا مامة ولد مشارك معاهم هنا النهاردة، بجد بجد يعني ان شاء الله مش اول ولا اخر مرة تشوفونا فيها، بجد متشكرة جدا. مسرحية جميلة 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 جميلة، الولاد عاملين شغل حلو جدا واتبسطنا قوي، وكل الفريق بصراحة ممتاز. لا ما شاء الله كل حاجة حلوة تستفيدي منها، تطلعي منها بمعلومة ومحتوى كويس، تغير الفكر. حتى هو برضو وهو بيتفرج قال لي شفتي صح، انت عندك حق في التليفون كذا كذا، فلا حلوة جدا ما شاء الله. صراحة هي من المسرحيات الجميلة جدا جدا، وانا سعدت بمشاهدة العرض، وهي كانت مفاجأة. عمل الله صديقي شعر الإسكندرية تحسين درديري، ويعني صراحة قدرت تغير من مزاجي، وأنا سعيد جدا بالعرض. الأطفال مبدعين، الإخراج طريقة جميلة، المسرح في حد ذاته مسرح جميل، وبشكركم انتم برضو على الدور اللي بتقوموا به عشان ما توصلوا الرسالة اللي هي يتبثت من خلال المسرحية. شكرا جزيلا لكم، وأنا سعدت جدا والله. بصراحة يعني جميلة وهادفة جدا، والأداء كان جميل ومتميز، وكل الولاد حلوين جدا بصراحة، وأهم حاجة إن هي بتوصل حاجة فعلا المجتمع بيعاني منها كله. بما إنك حضرتي المسرحية النهاردة، ممكن تقول لنا رأيك إيه؟ كان حلو جدا، ويا ريت يتكرر تاني، وبجد الأطفال كانت حلوة قوي.
الصراحة حلوة قوي قوي قوي. انا مسافر عشان اشوف قرايبي، كنت خايف لحسن ما يعجبنيش عشان مسافر بقى وكده. الصراحة لا، ما خايبش املي، حلوة قوي قوي والله. تحفة ومبسوطة ان انا جيت، وكانت كلها نصايح، كلها حاجات جميلة. اتبسطت جدا ان انا حضرت المسرحية، كانت مسرحية جميلة قوي واتبسطت بالفوائد اللي احنا طلعنا منها. انا كانت تحفة كمان. محتوى هادف وبيفهم برضو الاولياء الامور والاطفال وازاي يتعاملوا مع الموبايلات، وازاي برضو يمنعوها امتى ويشيلوها امتى يحطوها امتى. انا مبسوطه جدا منها. تعبوا واجتهدوا فتره طويله قوي، دروس ومدارس، ومع ذلك كانوا بيحضروا دروبات. يا رب تكونوا عجبناكم، وان شاء الله باذن الله في عروض.